صراع على أشده من أجل قمة الدوري الأولمبي بين 5 فرق تتربع على المراكز الأولى: الريان، التحيل، الشمال، الوكرة والأهلي. قمة الجولة مواجهة التحيل والأهلي القوية كانت كلمة السر فيها الصدارة أولا وأخيرا. على أرضية ملعب سحيم بن حمد انطلق الطوفان صوب مناطق العميد. 4 دقائق فقط الحكم راشد المسيفي يعلن عن ركلة جزاء لمصلحة التحيل بعد عرقلة واضحة على المتحرك في الجهة اليسرى غانم المنهالي، الذي تقدم بنفسه للتنفيذ، ولكن كرته لامست العارضة لتضيع فرصة افتتاح النتيجة. ضاعت على غانم المنهالي بعد محاولات متبادلة من الفريقين، ولكن دون فاعلية. يعود المميز غانم المنهالي للظهور مجددا ويحصل على ركلة جزاء، وبعد أن كانت الأولى على العارضة الثانية سددها آدم فريخ اصطدمت في القائم. ركلة الجزاء. الشوط الثاني لم يكن شوطا عابرا، بل كان أقوى من قبله، وبعد خروج لاعب الأهلي سلام رحمة بالبطاقة الحمراء سيطرة تحيل. إسماعيل يسدد والقائم يتعاطف مع الحارس العميد أبو بكر إسماعيل، الذي طار في التسديدة الثانية بطريقة جميلة محافظا على شباكه نظيفة. إسماعيل نجم الشوط الثاني يسدد، وهذه المرة من القائم الأيمن إلى القائم الأيسر. وفي كرة القدم من يضيع كثيرا يقبل الأهداف، ومن مجهود فردي مهاجم الأهلي يونس عبد الرحمن يتمكن من افتتاح النتيجة بالهدف الأول ورغم المحاولات، ولكن واقع النتيجة لم يتغير. لمركز أخبار قنوات الكاس، جمال الشباني.